هاخد الفوطه الكبيره دي نشف احلى كبيره جميله. انا هاخد الفوطه دي. بص انا هاخد الفوطه دي حلوه وجميله، دي من حقي ان انا اخدها. لا حضرتك دي حاجه ستاندر الغرف وما ينفعش تتحرك من الغرفه. لا انا دافعه فلوس ودافعه فلوس كل حاجه، المفروض اخد الفوط. الفوط والبشاكير دي ستاندر الغرفه ما ينفعش تتحرك. يعني اخد ايه بقى؟ ايه من حقي بقى ان انا اخده؟ اللي الفوطه عجباني وعايزه اخدها. حضرتك الحاجات اللي من حقك الكوفيتريه، الحاجات اللي هي بتستخدم مره واحده بس. يعني زي ايه مثلا؟ يعني زي الشاي والميه والنسكافيه، اشو شاين، السمكيت، الحاجات دي. تمام، اللي هي الحاجات اللي استخدام مره واحده هي اللي حضرتك ممكن تاخديها عادي. طب والمناديل بقى؟ والمناديل ممكن تاخديها حضرتك الكلينكس او التواليت، اي حاجه. يعني ممكن اخد ده والمناديل؟ عادي. يعني ما ينفعش اخد الفوطه؟ لا حضرتك الفوطه دي عليها اللوجو بتاع الفندق، ما ينفعش تتحرك منها. انا الفوطه عجباني. معلش ممكن حضرتك لو حبيتي تاخديها ممكن تاخديها، بس هتدفعي حقها. هدفع حقها؟ هيدفع حقها في الريسبشن، حقها 200 جنيه. لا خلاص مش عايزاها، ناخد المناديل بس. خلاص ماشي. لو انتي روحتي فندق وفاكره ان ممكن تاخدي اي حاجه تيجي على بالك، فده غلط جدا. تعالي هنا انا هقولك احنا ممكن ناخد ايه وممكن ما ناخدش ايه عشان ما تتعرضيش لاي موقف محرج. في حاجات ممكن تاخديها وممكن تطلبيها ما تكونش في الغرفه، وفي حاجات ممنوع خالص تاخديها. زي ايه؟ انا هقولك دلوقتي زي ايه. تعالي بينا يلا نشوف زي ايه. اول حاجه من حقك تاخديها المناديل عادي، دي من حقك تاخديها، محدش هيسالك فيها في اي حاجه. اهي المناديل دي تاخديها، محدش بيسالك فيها في اي حاجه. تعالي كده. تاني حاجة ممكن تاخديها هو السكر والشاي والنسكافيه، وبيبقى فيه كريمر، بيبقى ساعات فيه ينسون، دي حاجات من حقك تاخديها. تعالوا بينا كده بقى في الحمام، هقول لكم ممكن ناخد ايه كمان. طبعا الاول كان بيبقى فيه علب شامبو كده، وما زال في فنادق بيبقى فيها علب شامبو كده وفيها علب بلسم وعلب شاور جل. الحاجات دي المفروض تاخديها، بس هم عملوا ستاندر هنا ان العلب بتبقى موجوده كده عشان يوفروا يعني، وما بتعرفيش تاخديها، بس من حقك ان انت كنت تاخدي العلب دي. تالت حاجه ممكن تاخديها بيبقى فيه علب كده، بيبقى فيها معجون اسنان، بيبقى فيها مبرد، بيبقى فيها فرشه اسنان، بيبقى فيه مكنه حلاقه، ده معجون اسنان وده معجون الحلاقه ومكنه الحلاقه، معجون حلاقه ومكنه حلاقه. بيبقى فيه مبرد بتاخديه معاكي برضه، ده من حقك تاخديه. بيبقى فيه فرشه اسنان ومعجون اسنان، بيبقى برضه من حقك تاخديهم. كل الحاجات دي حاجات شخصيه، فانت المفروض بتاخديهم عادي، مفيش اي حد ممكن يكلمك فيهم. فالحاجات دي لو رحتي في اي فندق خديها معاكي عادي. بيبقى فيه ابره وخيط، بيبقى فيها بتاعه الودان، بيبقى فيها مناديل بتاعه المكياج ومزيل المكياج، ده كله من حقك تاخديه. كمان من حقك تاخدي ايه؟ تعالي اقول لك من حقك تاخدي. من حقك تاخدي المناديل دي، لو هتقعدي كذا يوم تشيلي المناديل، هو هيحط لك غيرها ومش من حقه انه يتكلم معاكي خالص، ومن حقك تاخديها ودي بتاعتك تشيلي. لا لو هتقعدي كذا يوم تشيليها وهو يحط لك غيرها. تمام؟ كمان من حقك تطلبي ايه؟ من حقك تطلبي حاجات في الفندق تكون مش موجوده في الغرفه، وممكن تطلبيها منهم من الريسبشن. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. ممكن لو سمحت مش قادره انزل النهارده، عايزه افطر في الغرفه. ايوه، وكمان مفيش مكوى، عايزه مكوى الترابيزه بتاعتها. تمام؟ شكرا. كمان من حقك تطلبي فطار في الغرفه لو انت تعبانه ومش قادره تنزلي، بيطلع لك فطار لفرد او فردين عادي، او لبنتك او لابنك عادي، بيطلع لك الفطار في الغرفه لو انت مش عايزه تنزلي المطعم. وكمان لو مفيش مكوى ما تقوليش في دراي كلين انا مش هينفع اطلب مكوى، لا من حقك تطلبي مكوى ومن حقك تطلبي الترابيزه بتاعتها. تعالي كده شوفي. انا ما كانش في غرفه في الغرفه مكوى، وطلبت مكوى عادي وجات لي عادي وما بيقولوش اي حاجه. كمان من حقك ممكن تطلبي فطار بيجي زي كده اهوت، بيكفي فرد او اتنين عادي، بتطلبي اللي انت عايزاه محتاجه ايه، او هو بيطلع لك فطار على مزاجه عادي، بيطلع لك من كل صنف حاجه.
لو انت قاعده في الغرفه ومش قادره تنزلي بيطلع لك لحد الغرفه الفطار بتاعك. وكمان ولادك بيقدروا ياكلوا منه طول اليوم عادي، بيسيبوا الفطار لحد ما الطبق بيبدا بتحطيه قدام البيت. فلو انت مش قادره تنزلي بتطلبي الفطار عادي وبيجي لك عادي. كل الحاجة دي يا جماعة من حقك انك تاخديها ومحدش يقدر يكلمك فيها، حتى لو انت ماشية من الغرفة وحد فتش شنطتك. فيا جماعة الحاجات دي انت من حقك 100% انك تاخديها، زي الاستخدامات الشخصية كلها من حقك تاخديها. بس اللي مش من حقك تاخديه الفوط، الكوبايات، الاطباق، الحاجات دي في ناس بتاخدها وبتتعرض لمواقف محرجة كتير. فانا بعرفك إيه الحاجات اللي ممكن تاخديها وممكن لا. ولو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. شير كتير بقى للفيديو عشان خاطر اللي رايح في اي مكان او في اي فندق زي كده ما يفتكرش انه ممكن من حقه ياخد اي حاجة ويتعرض لاي موقف محرج زي كده.